انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان اقول لك اعمل محتوى. انا عارف ان في ناس كتير على السوشيال ميديا قالوا الكلام ده قبل كده وسمعته من ناس كتير، بس انا اكتر واحد ممكن تكون شفته في حياتك حذف محتوى. انا دايما كنت انا بعمل محتوى من تقريبا كان عمري 13 سنة او يمكن اصغر. دايما كنت اصور فيديوهات، والفيديوهات دي كانت منها فيديوهات طويلة على اليوتيوب ومنها فيديوهات قصيرة. كنت اعجب بكلام ناس زي دبوبي كافين والدحيح والناس دي. ومن كتر ما كان الكلام يأثر فيه انا كنت ابقى حافظ كل الفيديو من غير سكريبت. يعني حرفيا كنت قادر اقوله، وكنت قادر اقول مع تجاربي وهكذا، وتجارب سمعتها من الناس وكده. يعني بقول لكم حرفيا كنت اعمل محتوى من وانا عمري 13 سنة. بس دايما لما كنت اشوف ناس زي ابو فلة وكده والاستوديوهات الفخمة والحاجات الجامدة دي، كنت اقول انا عمري ما هنجح. اللي في التيك توك وفي اليوتيوب ده لعمرهم ما بينجحوا الا اذا كانوا طلعوا شتموا في ناس او هبلوا، او لو عندهم فلوس بقى وكده. بس انا مشكلتي الاكبر مش في كده بس، لاني حتى فيما بعد لما الدنيا اتحسنت شويه، وعلى فكره عادي انا عملت حاجات، يعني عملت استوديو بسيط لنفسي، زاويه بس في الاوضه بصور منها، دي اضاءه يعتبر، مش عارف هتبقوا شايفينها من الفوكس ولا لا. عملتها بكرتون وكده، فيعني عملت كل حاجتي بنفسي. بس مع كده من وانا عمري 13 للان وانا بحذف في القنوات، حرفيا حذفت كميه قنوات. كنت اصور يوتيوب وتيك توك وكانت رجلي مكسوره، يعني من وانا طفل وانا بصور. حاليا عمري 18 سنه، يعني من 5 سنين وانا بصنع محتوى ودايما احذف لحاجه واحده بس، ان انا دايما كنت اقول رد فعل الناس، رد فعل الناس عليا، الناس هتقول ايه وكده. برغم ان في كتير من قرايبي اللي بيعملوا محتوى كتير يعني، بس معظم المحتوى بتاعهم، فاهم؟ فلان انا من النوع اللي بيحب يعمل محتوى اللي هو احكي افكاري او اقول حاجه اكتشفتها او اتعلمتها جديد، فاهمين؟ فاللي بلاقيه من الناس انه يعني ايه، يعني ده محتوى هادف يعني، ده اينشتاين هتخترع الذره. فالكلام ده كان صعب، فكنت دايما احذف. دايما اقول لا اصل الفيديو ده مش احسن جوده، اصل الفيديو ده اكيد مش هينتشر، اصل الفيديو ده دايما وحش. طول ما الفكره دي كانت عندي دايما كنت احذف كل انواع الفيديوهات اللي عندي. فاصبحت القناه دي جديده، وكل الفيديوهات اللي عليها مش هتجيب مشاهدات وده مش هيجيب مشاهدات. بس انا الفيديو ده عامله لنفسي وعامله لاي حد فعلا عايز يصنع كونتنت. وبقول لك ابدأ. والقناة دي أنا متأكد إن أنا مش هحذف إن شاء الله على القناة ولا أي فيديو هنزله تاني عليها، سواء كان فيديو هادف أو مش هادف أو أيا يكن. صدقني انجح وهتلاقي فرصة، فرصة من ناحية الفلوس، فرصة من ناحية الشهرة والمحتوى. أي حد بيسمع محتوى حاليا فاصنع. لو صنعت محتوى أهبل هيقولوا يا عم إيه العبط ده، لو صنعت محتوى هادف هيقولوا يعني أنت أينشتاين، ولو عملت إيه برضه مفيش حاجة هتعجب الناس. فاعمل اللي أنت عايزه ومالكش دخل بحد.